اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الاكله دي شتويه جدا جدا، وانا بصراحه انا بعشقها وبوظت الرجيم اللي انا بعمله بسببها. إيه طبعا انتوا عرفتوها، المفتقه او الحلاوه السوداء بتسموها كده في بعض الاماكن، احنا عندنا بنسميها الحلاوه السوداء، وفي اماكن تانية بيقولوا عليها مفتقه. شايفين بقى المطه بتاعتها عامله ازاي؟ بجد تحفة، لو جربتيها تعجبك جدا، بس بتتخن جدا، دي مشكلتها. يعني اي حد بيعمل رجيم او دايت هيتخن. اي حد بقى عنده نحافة، مشكلة نحافة وكده، ياكل منها بجد حلوة قوي، هتتخنوا. بصوا يعني هتظبطكوا، وطعمها حلو قوي قوي. يلا بقى اقول لكم عملناها ازاي. اول حاجة كده معايا معلقتين كبار من حبة البركة او الحبة السوداء. بتتباع عند العطار، اسمها حبة البركة أو الحبة السوداء. هروح عند النار كده، على النار مفيش نص دقيقة كده على النار، أديها بس إيه، أخرج الزيوت من حبة البركة. بعد كده هسيبها تبرد، وهطحنها بالمطحنة، أي مطحنة عندك طحنيها، بس اطحنيها ناعم قوي قوي. تمام كده. بعد كده جبت حبة البركة المطحونة، وهنزل عليها بنص كيلو عسل، نص كيلو عسل اسود. هنزل على حبة البركة المطحونة، وهسيبهم ساعتين على ما اجي اشتغل في المكونات. قبل ما اشتغل في المكونات بساعتين كده، معايا 4 معالق دقيق كبار، 4 معالق كبار مغات، سمسم سوداني، جوز هند، كوباية حلبة مطحونة، لازم تكون مطحونة كويس قوي، 100 جرام. دول كيلو ونص عسل اللي في الزلعة، ونص كيلو نقع فيهم حبة البركة. تمام كده، يعني المقدار العسل كله 2 كيلو، واخدة من ال2 كيلو نص كيلو نقع فيه حبة البركة. بعد كده هروح على النار، معايا كوباية وربع زيت وربع كوباية سمنة بلدي. مش عايزة تحطي سمنة بلدي يبقى حطي كوباية ونص زيت. تمام كده، وهسخنهم على النار، بس بجد السمنة البلدي بتديها طعم حلو قوي. انا هنا حطيت كوباية ونص زيت، كوبايه، ومعلش كوبايه وربع زيت وربع كوبايه من السمنه البلدي. بعد كده اول ما يسخنوا هنزل بالسوداني احمصه، والسمسم كمان هنزل وراه. ومش هحط جوز الهند دلوقتي، جوز الهند اللي هي الضفر دي، علشان بتتحمر على طول. فهحمر الاول شويه السوداني والسمسم كده، وبعد كده هضيف جوز الهند الضفر. تمام كده، يعني يبقى كده الدهان كوبايه ونص دهان بس. ده لو هتحطي زيت. لو هتحطي بقى سمنه بلدي، حطي كوبايه وربع زيت، وربع كوبايه من السمنه البلدي. انا استخدمت الكوبايات الايه اللي هي المعياريه. تمام كده. بعد كده حطيت الجوز الهند الضفر اهو، وحمرتهم، ما تحمرهمش قوي عشان ما يتحرقوش منك، لانهم لسه هيكملوا تحميرهم بعد ما تصفيهم. انا هنا حطيتهم في مصفى وصفيت الزيت. وبعد كده بقى هروح على النار اكمل بقيه المكونات. هاخد بقى الزيت اللي انا صفيته، وهروح على النار كده، وهنزل بالدقيق والمغات والحلبه المطحونه. طبعا الحلبه المطحونه زي ما قلت لكم 100 جرام بس. تمام كده. وهديهم تحميره كده لحد ما اشم ريحتهم. هنا بقى هتشم ريحة دفى كده، ريحتها حلوة قوي، هتشم ريحة جميلة قوي بقى، وهتقلب لك ريحة الشقة. فتحي شبابيكك وشغلي الشفاط وظبطي بقى الدنيا. هنا اول ما تشم الريحة على طول هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. خلاص تمام كده، هكتب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف وفي التعليق مثبت. بعد ما شميت الريحة، نزلت بقى بالنص كيلو العسل اللي انا نقع فيه حبة البركة اللي انا طحناها. تمام كده، وهديهم، هفضل اقلب فيهم يعني حوالي دقيقة ونص كده. كل ده على نار متوسطة، ما تعليش النار ابدا عليه. ادي لكل حاجة كده حقها في التقليب. انا نزلت بالنص كيلو العسل زي ما انا قلت لكم، اللي انا نقع فيه حبة البركة، ودقيقة ونص كده. يعني بدوبهم كده في بعض. كل ده على النار زي ما قلت لكم متوسطة. يبقى هنا نزلت بنص كيلو عسل بس اللي انا نقع فيه حبة البركة. بعد كده هنزل بالكيلو ونص التانيين. نزلت اهو، بعد كده بعد دقيقة ونص كده نزلت بالكيلو ونص التانيين. وهفضل اقلب بقى كده في الحلاوة لحد ما تغلي معايا. اول ما تغلي هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. اول ما غلت على طول نزلت بنص عصير ليمون، وهعد همسك الساعة ربع ساعة بالظبط. بعد الغليان هعصر الليمونة على نار وسط. وهعد ربع ساعة بقى. هحط بقى نص جوز الهند والمكسرات، وهسيب النص الباقي احطه على الوش علشان يفضل مقرمش كده. يعني انا حطيت النص بس.
تمام كده، وسيبي بقى شوية كده في الآخر ترشيهم على الوش عشان تفضل مقرمشة. بعد الربع ساعة بقى ما تعدي هنختبر بقى الحلاوة أو المفتقة بتاعتنا. هناخد كده حبة معلقة صغيرة كده في طبق، وهوريكوا دلوقتي تعرفي ان هي ازاي استوت. اهو شايفين حطيت شويه اهو، سبتها بقى ايه مفيش، هي تبرد اصلا في ثواني هتلاقيها كده متماسكه. وكمان هتعمل يعني متنزلش بسهوله، هتعملي خط كده مش هيتلحم على طول. خلاص هي تمام كده، بعد ربع ساعه بالظبط كده استوت، ربع ساعه بالظبط بعد الغليان وعصره الليمونه. اهو هسيبها بقى تهدى شويه، وانا عشان يعني احطها في علب بلاستيك وكده فسبتها تهدى شويه، اللي هي لسه كانت دافيه كده، وبعد كده فضيتها. ما تسيبهاش تبرد قوي علشان ما تجمدش معاكي. شايفين ما شاء الله لونها اسود كده، وريحتها تحفه، وطعمها والله العظيم جميل جدا. هنزل لكم المقادير تاني في صندوق الوصف، والمكسرات اللي انا حطيتها على الوش دي المقرمشه كده وصبحه وحلوه قوي. تعالوا اوريكم بقى المطه بتاعتها. شايفين ما شاء الله المطه بتاعتها عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه، جميله والله. وكانت ريحتها وطعمها والريحه قلبة الدنيا. عايزه بقى تتخني كده وتربربي، بس مش هتنفع للاسف مع اللي بيعملوا رجيم. ممكن تاخدي منها معلقه كده يوم الفري بتاعك ولا حاجه، او سندوتش كده يوم الفري بتاعك يعني تتدفي، لان دي الاكله الشتويه فالحقي بسرعه اعمليها بقى. شايفين عامله ازاي، مش حاجه وهي على النار تفضلي ايدك فيها تقليب على طول علشان ما تلسعش منك. وكمان ولازم تكون النار وسط ما تعليهاش، وطبعا ايدك ما تسيبهاش، لازم تفضلي تقليب فيها كده. وخلي بالك لازم تكون حله ستانلس وتكون كبيره شويه علشان هي ما تفورش منك على طول على البوتاجاز ولا حاجه، لا تكون حله كويسه كده كبيره ستانلس، وتفضلي ايدك فيها تقليب على طول، وهي ما بتاخدش وقت يعني على طول ان شاء الله. جربوها تعجبكم جدا. السلام عليكم.